الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد طارق، وهقول لكم النهاردة إزاي تعملوا مليون مشاهدة على الفيديو بتاعكم. حركات بسيطة وسهلة جدا هي اللي بتخليك الفيديو بتاعك يوصل. أول حاجة إن التليفون ما يتهزش منك كده وأنا بتصور زي ما أنا بعمل كده، لأن ماسك التليفون في إيدي. لازم يكون معاك ستاند وحاطط التليفون في مكان كويس. تاني حاجة الإضاءة، متكونش بتصور وفي وشك لمبة زي دي كده، بتبقى مبوظة معاك الإضاءة وما انتش شايف منها أي حاجة. ثانيا الفيديو ده اليوتيوب مش هيقترحه، لأن الفيديو ده الجودة بتاع الكاميرا بتاعته تعبانة جدا. ليه بقى؟ لأن أنا مش حاطط جنب إضاءة هنا وجنب إضاءة هنا وحاطط رينج لايت في وشي، لكن في اتجاه معين في التصوير، في اتجاه الإضاءة هو اللي بيفرق معاك في التشكيل. يعني أنا دلوقتي لو رفعت التليفون كده والإضاءة بقت هي اللي في وشي، الجودة أحسن ما كنت أعملها كده. تاني حاجة وهي الصوت، انك تجيب مايك عالي شوية وجودته عالية شوية ويكون وايرلس، ما يكونش بكابل، لان المايك ده هو اللي هيحسن الصوت بتاعك، وهتلاقي فيه اختلاف وفرق كبير جدا في التصوير وفي النقاء. الحاجات دي كلها هي اللي بتخلي الفيديو بتاعك ينتشر، خصوصا انك بتكون عامل صورة مصغرة كويسة وبتجذب، ويكون في عنوان كويس. اما اللي عايشها بالله كده وسايبها على الله زي حالاتي، ما انا عامل في الفيديو ده بالظبط وقصد ان انا اعمله كده واطلعه بابشع الصور عشان تعرفوا الفرق ما بين الفيديو اللي بيجيب مشاهدات كتير والفيديو اللي بيجيب مشاهدات قليلة. وفي الاول في الاخر ده كرم من ربنا برضو، احنا بنقول يا رب ارزقنا بالفيديو ده ب50,000. واي حد يشوف الفيديو ده ما ينساش يدعمنا باشتراك ولايك وصلي على النبي في الكومنتات، و يفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. وان شاء الله الفيديو ده هيجيب مشاهدات باذن ربنا، مش بحاجه تانية.